صباح الفل والورد عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، ايه الاخبار؟ وحشتوني قوي قوي. مبسوطه بكل الناس اللي بيشوفوني وبيدعموني، بجد شكرا قوي ليكم. النهارده هعمل معاكم حمص الشام. حطيت الحمص اهو في بوله وغطيته كويس جدا بالميه، غمرته بالميه وهسيبه منقوع على قد ما اقدر يعني انا مش مع الساعه والساعتين بصراحه للنقع، لا بحب انقعه فتره طويله جدا. ممكن انقعه مثلا يوم او يومين لحد ما ينفش معايا. تمام. لو الحمص البلدي، الحمص اللي هو السريع ده، ممكن في ساعة او ساعتين. نقعته لحد ما نفش اهو. بص الحباية كبرت ازاي عن اول فيديو. هحطها بقى في مية اهو، وهعلق عليها النار. تمام. واسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض. في ناس طبعا هتعترض على الحمص ده، تقولي حمص الشام في الصيف ومش عارفه ايه والجو حر. انا بصراحه بحب اعتمد يعني ايه السناكس الصحيه يعني في البيت. لو مثلا اي حاجه ممكن اعملها في البيت تسالي الولاد او كده، او هاخدها في نص الوجبات، احسن ما نجيب حاجه من بره مثلا او ناكل حاجه مش مفيده. فمعايا انا هو توم وطماطم، لا هقطعها وبعدين ارجع لكم. اهو قطعت البصل والطماطم تمام وحطيتهم في الكب. خلاص. هنعمهم قوي قوي كأني بعمل صلصة. هنعمهم قوي، هضربهم لحد ما يبقوا يعني صلصة معايا. تمام. انا ممكن ارشهم انا بصراحة لما بضربها بحس ان هي يعني لا بتشرب كده من مية الحمص الشام وبتشرب كمان الحمص نفسه. طعمه بيختلف بصراحة. اهو هشيل كل الريم بقى اللي طالع معايا على وش الحمص الشام. تمام. بالراحة خالص اهو، بشيل الابيض بس. هو خلاص هيقرب يغلي. صدقوني جربوا تعملوا الحاجات دي في البيت، يبقى في البيت فيه فشار وفيه حمص. في اي حاجة ممكن تعملوها للولاد يسلوهم في نفس الوقت ما يجيبوش حاجة حلوة من السوبر ماركت يعني. اهو شيل كل الريم اللي عليه. تمام. وبعد كده بقى هنزل بالخليط بتاعي اللي انا عملته. اوكي. انا دلوقتي حطيت ايه في الخليط ده؟ حطيت بصل، توم، طماطم. بصل، توم، طماطم. مكانش راضي ينزل، هنزله دلوقتي بالعافية، اصبروا. اهو نزل بالعافية الحمد لله. خلاص. بصل، توم، طماطم اهو. هسيبهم بقى مع بعض ياخدوا ويدوا، والطماطم تتسبك والبصل يتقل. صدقوني هيودوا التريك دي بجد. انا اتعلمتها من قريب على فكرة، مكنتش بعمل كده، كنت بحطه صحيح زمان وما كانش الطعم بيطلع زي ما انا عايزة. بص 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 الطماطم اتقلت ازاي وشرب، والحمص شرب المية. هزود مية تاني مغلية بقى. خلاص اهو. بصوا بصوا مية الحمص بقت زي بتاعت الشارع ازاي اهو. اللون اهو زي ما انتوا بتشوفوه في الشارع، بتستغربوا مية حمص الشام في الشارع غير في البيت. اللون اهو احمر وجميل ما شاء الله. احط بقى التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا. يعني هي دي الاساسيات يعني. لو حد بيحب حاجة تانية مش عارفة بصراحة يحط، بس انا بحس ان هو ده طعم حمص الشام: ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، كمون. كده الحمد لله. هقلبهم بقى كويس واسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض. تمام. بحط كمان نص معلقة صلصة بيوري، صلصة طماطم برطمان. اوكي. احنا اوريدي حاطين طماطم ضربينها مع البصل. هنحط نص معلقة صلصة عشان يحمر لنا اللون اكتر واكتر اهو. وفي نفس الوقت برضو يخليها غنية بالطعم يعني.
انا عايزه اقول لكم ان انا عملته من هنا اتنسف من هنا، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني الولاد بيحبوا جدا اهو. اتنسف، انا ما لحقتش اصلا اصور لكم حتى ان هو في كوبايه ولا في اي حاجه. بصوا الحله ما شاء الله خلصت، يعني ما حسيتش اصلا خلصت ازاي ولا حصل ازاي الكلام ده، انا جيت تاني يوم لقيتها كده. يا لهوي! فما لحقتش اصور لكم اي حاجه يعني. صورتكم كوبايه صغنطوطه جدا المتبقي، مش اكتر من كده. ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، طلع تحفه نسفوه اهو معانا. وبص الحب مستوي خالص ما شاء الله. والميه بصوا لونها ايه وطعمها ايه. زودوا ليمون لو بتحبوا، زودوا شطه لو بتحبوا. انا مش بحط شطه عشان الولاد، لكن في العادي انا بحب الشطه برضو. وبألف هنا.